هنتكلم النهارده عن موضوعنا في التسامح. كلامنا النهارده عن التسامح ونحبه للآخرين. التسامح يعد التسامح خلقا فاضلا، وفيما يأتي بيان لمفهومه وتعريفه اللغوي. والتسامح في اللغة يعني الجود والكرم، ويدل على السلاسة والسهولة. التسامح في الاصطلاح هو بذل وإعطاء ما لا يجب على المرء وإنما يعطيه على سبيل التفضل والتسامح. في المعاملات يكون بتيسيرها واللين فيها، نريبه في الكلام وفي تسامح. لو في أي مشاكل نتسامح مع بعض ونكلمه كلام يهدي الشخص المتعصب. أنواع التسامح. التسامح ليه أنواع كتيرة، منها إيه بقى؟ بيقسم الأنواع من جوانب عديدة. فهناك أنواع للتسامح هي من حيث طبيعته، ومن حيث استقراره، ومن حيث نطاقه، ومن حيث أبعاده. وإن التسامح أنواع من حيث موضوعه، وفيما يأتي منفصل أنواع التسامح من جوانب عدة. التسامح الديني بمعنى إيه؟ احترام العقائد، دين غيرك، نحترم عقيدة بعض للآخرين. والتسامح الديني هو مبادئ وأسس وانتهاجها، فالتعايش السلمي بين الجميع وغيرهم من الأديان هو الذي يسود المجتمع، وليه الحق في ممارسة شعائرهم الدينية وأماكن عبادتهم المحفوظة، وما يكونش فيه كره. التسامح بقى المجتمعي، إن التسامح المجتمعي هو أساس بناء مجتمعات بيسودها الحب والتعاون، يكونوا متعاونين مع بعض. ده في التسامح الاجتماعي. فالتسامح فضيلة مجتمعية تؤدي إلى الكثير من الفوائد، لها فوائد كتيرة يعني. التسامح أهم حاجة نتسامح، نكون محبين لبعض. والتسامح الفكري، هو ما يسمح لكل فرد يتبنى أفكاره الخاطئة، أفكاره المش كويسة يعني، بيتبناها، ولم يسلب أحدا عن هذا الحق والحكمة الفريدة المتجلية في أحكام، وقد دعاه إلى المناقشة والحوار ووضع أصولا لهذا الحوار ونبذ الفكر المتطرف. وجميع الأديان السماوية جميعها موحى بها من الله. فالتسامح ده بقى بيشرح صدر الشخص وبيزيل به من الوحشة وغضب تجاه الآخرين، بيشيل الوحاشة اللي جواه، يبقى محب للآخرين. والتسامح بيحبب الناس لبعضهم، بيحببوا بعض في التسامح. يعني التسامح ده ايه؟ شيء جميل. النهارده ليه بقول لكم على التسامح على طول؟ عشان موضوعنا النهارده عن التسامح، موضوعنا عن التسامح بين الآخرين. والتسامح ده ثواب، والتسامح ده ليه الثواب والأجر عند ربنا. ليه قلت لكم على التسامح؟ بقول لكم على التسامح ده عشان لازم يعني متسامحين مع بعض. يعني مثلا دلوقتي واحد متعصب وده عايز يتكلم بكل تسامح كل حاجة، هتلاقي نفسك هتهدى بكلام الجميل اللين الجميل اللي ما فيهوش غضب، عشان الكلام اللين بيصرف الغضب. يعني الكلام البسيط بيطلع الغضب من الشخص ده للناس اللي قلبها أبيض، اللي بتحب الخير. فاهمني؟ التسامح ده شيء جميل جدا. التسامح ده ليه أنواع كتيرة جدا زي ما احنا قلنا. تسامح اجتماعي، تسامح ديني، تسامح يعني كتير جدا لا أتذكره. فالتسامح ده شيء جميل. أهم حاجة نتسامح مع بعض، نكون محبين لبعض، وده ثواب عند ربنا. يعني التسامح ده في اللغة يعني الجود والكرم، يدل أيضا على السلاسة والسهولة. والتسامح في الاصطلاح هو بذل وإعطاء لا يجب على المرء بذاله، وإنما يعطيه على سبيل التفصل
على سبيل التفضل والتسامح في معاملات لبعضنا بين البشر، ويكون بتيسيرها واللين فيها. والتسامح أنواع كتيرة، فهو يقسم الأنواع من جوانب عديدة. فهناك أنواع للتسامح من حيث طبيعته، ومن حيث استمراره، ومن حيث نطاقه، ومن حيث أبعاده، يعني من كافة اتجاهات. كتير جدا منه أنواع التسامح. هنقوله تاني، التسامح الديني ده معناه إن احترام العقائد بين بعضينا، عقيدة الشخص ده وعقيدة الشخص ده. والتسامح الاجتماعي، هو التسامح الاجتماعي أساس من أسس بناء مجتمع بيسوده الحب والتسامح، وإن يكونوا متعاونين مع بعض في التسامح. فالتسامح فضيلة مجتمعية بتؤدي إلى الكثير من الفوائد. ليه فوائد كتيرة جدا التسامح ده، كتير. التسامح ده شيء جميل جدا لو احنا استمرنا فيه وحبينا بعض. التسامح بقى الفكري، التسامح الفكري هو بيسمح لكل فرد بيتبنى أفكاره الخاصة. بالتسامح الفكري ده ليه كل فرد، كل شخص ليه أفكار خاصة من التسامح. والتسامح ده هو خلق من أفضل الأخلاق وأطيبها، وتسمو الأرواح وترتفع قدرا عند الخالق. فالتسامح هو التساهل، تساهل في الحق. فالتسامح ده هو التساهل عند الحق، متساهلين لبعض، بعيد عن الإساءة، إن يكونوا كلامنا كله سليم من غير أي إساءة للآخرين ولا نجرح بعض. والتسامح ده ليه أثر كبير جدا وعظيم جدا. التسامح ده ليه أثر عظيم جدا على الفرد والمجتمع، وهو شجرة، هو شجرة طيبة بتثمر الطيب الثمر الجميل اللي كله حلو. فالأفراد المتسامحين بيظهر عليهم المجتمع قوي ومزدهر، لأن الأشخاص اللي بيحبوا بعض خاليين من الأحقاد، مفيش حقد جواهم، بيبقى قلبهم صافي. بعيدا عن المشكلات. وكمان التسامح يكسب المسامح رضا الله، ويشعر بالراحة والسكينة والاطمئنان وكل حاجة كويسة.